نيرة أشرف جديدة في محافظة المنوفية، وزوج حرض صاحبه يتعدى على مراته عشان يصورها ويبتزها. ايه اللي بيحصل في مصر؟ في مدينة بركة السبع محافظة المنوفية حصلت مأساة جديدة شبه واقعة فتاة المنصورة نيرة أشرف ومحمد عادل. لو تفتكروا، شابة عندها 25 سنة ماشية في الشارع في أمان الله هي ووالدتها، بتتفاجئ بهاني اللي كان عاوز يتجوزها وأهلها رفضوا، بيهجم عليها وبينهي حياتها بطريقة مأساوية. هاني هجم على فاطمة وأنهى حياتها بطعنات متفرقة في الجسم. الحكاية ان هاني شاب زي اي شاب عنده 40 سنة اعجب ببنت اسمها فاطمة، هي فتاة مطلقة عندها طفلين، فقرر انه يروح يتقدم لها، لكن للأسف اهلها ما قبلوش، فكانت نتيجة رفضها ورفض اهلها ان حياتها تنتهي زي ما كلنا عرفنا. تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الجريمة وهو حاليا محبوس، والنيابة امرت بحبسه 4 ايام احتياطي على ذمة التحقيقات، ووجهت ليه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. خلال التحقيقات اكد هاني انه عمل كده بسبب خلافات مادية مع الضحية، وادعى ان الضحية هي واهلها رفضوا يردوا له مبلغ مادي كان قدمه لهم على سبيل المهر او ما شابه. اسرة المجني عليها نفت تماما الكلام ده، وقالوا ان هم اصلا ما وافقوش انه يتقدم لبنتهم بسبب سوء اخلاقه وسمعته، خصوصا ان هو عنده سوابق سرقة قبل كده. بتمنى ان المتهم ياخد اقصى عقوبة عشان مش كل ما واحدة هترفضه هينهي حياتها بالمنظر ده. بتمنى كمان لو كلام هاني صح ان الاسر تنفذ شرع ربنا فيما يتعلق بالمهر والشبكة وما شابه، ونرد الحاجات دي للعريس وياخد حاجته كامله، عشان الغل والغضب ممكن يعمل اي حاجه. ومن المنوفيه اللي ادى اهليه واقعه تانية معروفه اعلاميا بشهيده الشرف. الحكايه ان في زوج حرض صاحبه انه يتعدى على زوجته عشان يصوره وهو بيتعدى عليها فيقدر يطلقها ويبتزها من غير ما يدفع مليم. وفعلا رتب هو وصاحبه الموضوع واختاروا الوقت المناسب اللي يقدر الصاحب ده يروح فيه البيت ويتعدى على الزوجه، ويدخل الزوج ويصور مراته ويبتزها بعد كده بالفيديو، فيقدر يطلقها بعد كده من غير ما تاخد ولا مليم. ولكن وتمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الامور ما مشيتش زي ما كانوا مرتبين، واثناء تعدي الصاحب على الزوجه ضربها ضرب مبرح انهى حياتها في النهايه بسبب مقاومتها ورفضها ليه. ربنا يرحم الزوجه ويصبر اهلها، حقيقي ارتاحت عشان حتى الشيطان ما يجيش في دماغه ان في زوج ممكن يعمل كده لمراته. تم القبض على الزوج وصاحبه، واعترف الصاحب ان هو عمل كل ده بتحريض من الزوج. النيابه وجهت تهمه التحريض والاتفاق والمساعده بالشروع في مواقعة المجني عليها كرها لاختلاق واقعة تخدش شرفها بهدف تطليقها للزوج، واتحكم على صاحبه بالإعدام. في النهاية عاوزة أقول كلمتين، حقيقي الجهل والفقر بيخرجوا أسوأ ما في الناس، وأنا عارفة إن كلنا بلا استثناء بنعدي بظروف صعبة جدا، لكن عمر ده ما يكون مبرر لسوء الأخلاق اللي بقى منتشر بشكل صعب. في النهاية لازم إن احنا نصبر ونلجأ لربنا ونحسن علاقتنا بربنا علشان ننجو من اللي احنا فيه. ولو أي صاحب طلب منك طلب غير اخلاقي ما تعملوش على اساس ان ده صاحبك وعلى اساس ان انت لازم تستجدع وتقف معاه، عشان حقيقي الواحد بقى بيشوف نصايح رهيبه سواء من الستات لبعضها عشان تتطلق من جوزها وتحرق قلبه ودمه على الفلوس، فتسرق الشبكه وتسرق الفرش وتعمل له محضر تبديد وحاجات كتير كده ملهاش اي لازمه. ده غير عدد مش قليل من الرجاله انعدمت فيهم الرجوله والنخوه وبقوا بيلبسوا مراتاتهم قضايا شرف وحاجات كتير بجد مخله عشان بس ما يدفعش الفلوس اللي عليه. متهيألي كان افضل كتير للزوج ده انه كان التزم بشرع ربنا وطلقها واداها حقوقها بدل ما بقى مجرم وهيقضي عمره في السجن. ربنا يرحم الزوجه المسكينه ويصبر اهلها، ويرحم فاطمه ويصبر اهلها، ويلطف بينا في مصر ويحفظنا ويحفظ اولادنا من كم الجرائم الرهيب اللي بقى منتشر.